السلام عليكم حبايبي الغاليين، يا رب تكونوا كده بصحة وبألف خير. هنعمل بقى النهاردة كده جلاش بطريقة جميلة وحشو حلو قوي. الطريقة بتاعته سهلة، تتعمل في دقايق ودايب كده زي البقلاوة، ومقرمش كمان لأكتر من أسبوع. وطعمه مع الكنافة ميكس رهيب في منتهى الروعة. وكمان هكسر لكم كده كذا واحدة علشان تشوفوا قد ايه انه عامل طبقات وتوريقة جميلة من الكنافة والجلاش مع بعض، وقد ايه كمان مقرمش ودايب على الآخر. اما بقى الناس اللي بتشتكي ان الجلاش بيكون طري معاها كده ومش مقرمش، هقولك على الطريقة المظبوطة اللي تطلعه معاكي مقرمش ودايب دوب، وكمان تسوية مظبوطة ولون موحد وسكر مظبوط، احلى من بتاع الحلوانية كمان. تعالوا بقى نشوف طريقة عمايله. حطوا لايك للفيديو ونسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اول خطوة هتبتدي بيها انك تجهزي الشربات اول حاجة علشان يستوي كده ويبرد ويتقل براحته. فهنحتاج للشربات كوبايتين من السكر 400 جرام، وهتنزلي عليهم بكوباية مية كان وزنها كده 200 جرام. وبعد كده حط عليهم معلقة كبيرة من عصير الليمون، يعني هتعصري كده عليهم نص ليمونة. وبعد كده ضيفي عليهم كده معلقة أو اتنين من عسل جلوكوز. طيب ما عندكيش عسل جلوكوز يبقى استغنى عنه، مفيش أي مشكلة، بس بصراحة فوائده كتيرة قوي. إنه ما بيخليش كده الشربات يسكر منك، وكمان كده بيحد من السكر وبيظبط طعمه، وكمان بيخليه كده تقيل وجميل، ده غير اللمعة الجميلة اللي بيديها الحلويات عموما. خدته بقى وشغلت عليه النار، وأول ما يغلي بقوم مهديه عليه النار، وبحسب له من بداية الغليان 10 دقايق بالظبط. كده بيبقى قوامه مظبوط وبيتقل أكتر بعد ما يبرد. وبحب كده في الآخر أحط له شوية فانيليا، يعني بعد ما تطفي عليه النار حط له كده كيس أو اتنين من الفانيليا، دي بقى هتديله ريحة جميلة قوي. هفضيه بقى في بولة كده علشان يبرد، وهوريكم كمان قوامه بعد ما برد. ما شاء الله بيكون تقل كده ازاي وبقى ممتاز جدا. القوام ده هيخليه كده مقرمش وما يطرش منك أبدا. تاني خطوة بقى بعد عمايل الشربات، انك تجهزي الصينية بتاعتك، يعني دهنيها كده بشوية حلوين من السمنة، دي بقى اللي هتخليه لون الجلاش من تحت دهبي ومظبوط جدا. والخطوة بقى اللي بعد كده اننا هنجهز الحشوة. فمعايا كده للحشوة 1/4 كيلو من الكنافة. انا جايباها طازة ومش بقطعها، يا دوب بس بفككها من بعضها بالشكل ده. فلو عندك كده في الفريزر ومتجمدة هتسيبيها تفك وبعدين تعمليها كده، لانك لو قطعتيها وهي متجمدة هتنعم معاكي قوي، واحنا مش عاوزينها ناعمة في وصفة النهاردة، يعني عاوزينها كده مشعرة زي ما هي، او على الاقل تكون قطع كبيرة. وغطيها كويس علشان ما تنشفش من الهواء. ومعايا للحشوة كمان حوالي كده نص كوباية من السودان المتحمص المجروش. لو هتعمليه كده في الكبة حاولي ما تنعمهوش قوي علشان ما يطلعش الزيوت اللي فيه، فاحنا عاوزينه يا جماعة كده مجروش مش ناعم قوي. وجبت كده لفة من الجلاش كان وزنها نص كيلو 500 جرام، علشان في لفة جلاش بتكون متغلفة وجاهزة فبتكون أقل من نص كيلو. أنا فاكرة إن جبتها مرة كانت 350 جرام. عاوزين بقى الجلاش يكون طازة ويكون طري. اخدنا منه كده ورقة، وباقي الجلاش لازم نلفه كده في فوطة او في كيس بلاستيك ونغطيه كويس قوي علشان ما ينشفش ويتكسر مننا واحنا بنشكله بعد كده. ومبدئيا معايا كده كوباية سمنة و200 جرام، وهنشوف هنحتاج لسمنة تاني ولا لا. دهنت بقى الورقة الاولى بالسمنة كويس قوي، يعني مش شرط تحط كمية سمنة كتير، المهم انك تدهنيها كويس قوي بحيث تكون كلها متغلفة بالسمنة، لان السمنة دي هي اللي هتخلي معاك الجلاش مقرمش وكمان دايب لأطول وقت، وكمان هتخليه كده يستوي كويس وما يطرش منك. انا دهنت اول ورقة وكمان حطيت عليها تاني ورقة، وبرضه هندهنها بالسمنة كويس قوي. فرول الجلاش اللي هنعمله مش هيحتاج لاكتر من ورقتين وهيكون سمكه مظبوط. وبعدين وزعي شوية كده من الكنافة، يعني حطيها كده على نص الورقة تقريبا. وعلشان بقى تستوي معاكي وكمان تكون دايبة، هتوزعي عليها شوية سمنة، يعني حط كده حوالي معلقتين ولا حاجة. وما توزعيها بالفرشة افضل من المعلقة، انها توزعها معاكي اظبط وكمان باقل كمية سمنة. وبعدين بقى حطينا كده شوية من السوداني ووزعتهم كده على الكنافة بالشكل ده. دي بقى هيعلي معاكي كده التست ويخلي الطعم احلى واحلى. فلو مش حابة تحطيه وتكتفي بالكنافة مع الجلاش فبراحتك، وبرضه لو حابة تحط اي نوع مكسرات دي حاجة ترجعلك. وبعدين لفي بقى الجلاش وبرميه على شكل رول، فبيكون كده في الاخر طبقات من الكنافة وطبقات من الجلاش، حاجة روعة بجد. وبعدين رصيه بقى في الصينية اللي كنا دهنينها بالسمنة، وحط رول الجلاش وخلي الطرف اللي احنا قافلين عليه لتحت علشان يكون الشكل معاكي مظبوط، وكمان ما تفتحش معاكي بعد كده. شفت بقى طريقته سهلة ازاي وكمان سريعة جدا، يعني ما اخدتش اي وقت. هكمل بقى تشكيل بنفس الطريقة لحد ما اخلص الكمية كلها.
وفي ملاحظة هقولك عليها، هو انك كل ما ترص كده رولات الجلاش في الصينية ابقي غطيها بفوطة او بكيس بلاستيك علشان ما ينشفش معاكي زيادة عن اللزوم ويتكسر منك لما تيجي تقطعيه بعد كده. وبالنسبة بقى للجلاش زي ما قلت لكم انه لازم يكون طازة وطري علشان لما نيجي نلفه ما تقطعش مننا. وبالنسبة بقى للسمنة، انا الكمية كلها اخدت كوباية وربع من السمنة لاننا بنحط على الجلاش وكمان على الكنافة. وبالنسبة بقى للجلاش زي ما قلت لكم لازم يكون طازة كده وطري علشان لما نيجي نلفه ما تقطعش مننا. اما السمنة فانا الكمية كلها اخدت معايا كوباية وربع من السمنة لاننا بنحط كده على الجلاش وكمان على الكنافة. فلو حابين تخلطوا كده مع السمنة شوية زيت فعادي ينفع، بس ما تخلطيش زبدة لانها هتطر معاك الجلاش ومش هيكون مقرمش زي ما احنا عاوزينه. وبرده ما ينفعش نعمله كده بالزيت لوحده لانه هيخليه مقرمش بس مش هيكون دايب وانت بتاكليه. فالافضل انك تستخدمي كده سمنة لوحدها او سمنة مع شوية زيت. وبرده الحشوة ممكن تغيري فيها براحتك، يعني ممكن تحشيه كده بالكنافة زي ما عملنا، او تحشيه مثلا بسبوسة او تعملي كده تشكيلة من المكسرات برضو بتكون حلوة. يعني تقدري تنوعي في الحشوات براحتك، بس بلاش تحشي كده قشطة علشان هتطلع منه هو بيستوي وتتحرق ويكون طعمه مش حلو. وبعد ما خلصت هبدأ اقطعه الاصابع. انا حباها النهاردة تكون اصابع كده صغيرة على قد قطمة البق، يعني بيكون شكلها زي البقلاوة وجميلة قوي. تقدري تقطعي الاصابع كبيرة لو انت عاوزة، يعني الحجم اللي تحبيه. اهم حاجة انك تكون السكينة اللي بتقطعي بيها تكون حامية قوي، يعني بتقطعها كده بالسن اللي قدام هيكون تقطيعه اسهل وكمان مظبوط معاكي. فلو تلاحظوا ان بوقف السكينة شوية، يعني بقطع كده بسن السكينة فبيكون التقطيع اسهل وكمان بيحافظ على الحشوة انها ما تخرجش بره. ولازم طبعا انك تقطعيه قبل ما تسويه، لانك لو قطعتيه بعد التسوية فهيتكسر منك وهتبهدلي شكله. ده غير ان التقطيع بيظبط معاكي كده التسوية اكتر وبيخلي كده الكنافة تستوي وتكون دايبة. وبعد بقى التقطيع هتوزعي عليه باقي كمية السمنة الموجودة علشان تديله لون مميز زي اللي شفتيه في بداية الفيديو. وكمان هيخلي كده الجلاش مقرمش جدا معاكي ويطلع كده مستوي بيدوب دوبان. وعلشان بقى تظبطي التسوية بتاعته هتسخني الفرن بتاعك كويس قوي في الاول، وبتخليه كده على درجة حرارة 180. دخلي بقى الصينية على الرف الاوسط من الفرن، واول كده ما تلاقيه خد لون ذهبي من تحت تقومي مولعة عليه الشواية علشان يحمر وياخد اللون الذهبي الجميل ده من فوق. وما تنسيش ان كل وقت كده والتاني ابقي لف الصاج على الناحية التانية علشان كله يستوي مظبوط وياخد نفس اللون وكمان يطلع بالجمال ده. تسوية احترافية واحلى من الجاهز كمان. واول بقى ما بنطلعه من الفرن بنسقيه بالشربات على طول، هو بيكون سخن والشربات بتاعه بيكون بارد خالص علشان يفضل مقرمش لاخر واحدة. وبرده سبب من اسباب انه بيخليه طري معاكي وانك تسويه على نار عالية. وكمان ممكن يكون الشربات بتاعه خفيف او سخن او حتى دافي، ده برضه هيطريه. وممكن تقدمه سادة من غير تزيين او ترشه كده على الوش اي نوع مكسرات. شايفين قد ايه الجلاش تحفة ازاي، ما شاء الله في كل حاجة، من اول التسوية بتاعته لحد قرمشته وطعمه. الجلاش ما شاء الله مقرمش بطريقة مش معقولة. وكمان الكنافة كده مستوية جواه تحفة، وطبقات كده من الجلاش مع الكنافة مع المكسرات، يعني حاجة من الاخر. وعاوزاكوا كده تملوا عينيكم من الجمال ده. يعني بصوا كده على لونه ذهبي ممتاز جدا، هتلاقوه ذهبي من تحت زي من فوق، وكمان الكنافة مستوية على الآخر. وديكوا كمان سمعتوا قرمشته اللي مفيش زيها، يعني دايب دوبان واحنا بناكله كأنك عاملة بقلاوة مش جلاش. سكره كمان مظبوط، تاكلي منه ما تشبعيش ولا تعرفي توقفي أبدا. جربيه بقى بنفس الطريقة اللي شفتيها مع كل ملاحظة قلتها لك، هتعملي أحلى جلاش في الدنيا. وكمان الطريقة دي هتطلع معاكي كمية محترمة، يعني خصوصا لو عاملاه في أي مناسبة أو في أي عزومة. وبألف هنا على قلوبكم يا رب. وانا واثقه بقى اللي هيجربها هيقول عليه كده بقلاوه مش جلاش من جمال طعمه وشكله وكل حاجه فيه حلوه. وكده بقى خلاص وصفه النهارده خلصت، يا رب يكون الفيديو عجبك. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وكمان تشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش او اول مره بتشوف القناه. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.